ان احنا نواصل العمل في الفتره دي على ان احنا نجود ادائنا بصوره احسن. بنعتذر طبعا لجمهور الزمالك الكبير العظيم، ولكن بنوعدهم ان الفريق شكلا ومضمونا هيكون افضل من كده بكتير. يمكن عدم سعادتي بالنتيجه او بالاداء ما يخلينيش ما اشكرش اللعيبه على الجهد اللي بيعملوه. اشتغلنا مع بعض تقريبا يوم قبل مباراه سيراميكا، وتقريبا برضه يوم واحد قبل مباراه بيراميدز. وده طبعا في عرف الكوره حاجه صعبه جدا، لان انت عارف فريق لعب سيراميكا بتاريخ 9، كان يوم 10 ريكفري، اليوم الوحيد اللي اشتغلنا فيه وبدون جهد كبير كمان، لان ما نقدرش. يوم 11 يوم 12 كان اللي هو ليله المباراه في معسكر وشغل خفيف جدا، لكن ده مش مبرر. عشان نريح الجميع ونمنع اي دخول في التفاصيل، اللعيبه ابدا ملهاش ذنب لا في الاداء ولا في النتيجه. انا المسؤول مسؤوليه مباشره، حتى لو قصروا الوقت فانا اقدر اتحمل المسؤوليه، اتحملها كامله وبدون مواراه، لان فعلا اللعيبه دي لعيبه متميزه جدا. لو تحررت ولو اشتغلت في الامور الخططيه بصوره مكثفه ان شاء الله تشوفوا ناتج جيد ان شاء الله. اتفضل. انا كابتن هارد طبعا كل اللي بيحصل ده حضرتك اكيد لا تسال عنه، حتى لو حضرتك بتحاول تقول انك تتحمل المسؤوليه كامله كمدير فني، ولكن هو يعني السؤال من شقين. الجزء الاول حضرتك بتقول بعد الجماهير ان الفتره الجايه هيكون شكل الزمالك افضل، ايه الدوافع اللي حضرتك هتقدمها لهم بعد خساره الزمالك رسميا للدوري وخساره المركز الثاني المؤهل لدوري ابطال افريقيا؟ ده الجزء الاول من السؤال. والجزء الثاني اصابات عضليه كتير بتحصل للاعيبه الزمالك مع ضيق الوقت زي ما حضرتك بتتكلم، هل ده بسبب احمال زي ده ممكن، ولا وجود مدرب احمال موجود مع حضرتك كان شغال مع فريق اليد جه اشتغل مع حضرتك؟ شايف الامر ده ازاي برضه؟ شوف انت هو السؤال شقين مش كده؟ بالظبط. اجاوبك على الشق الثاني بسبب ان في اصابات عضليه كتيره في حاجات كتيره جدا في فرق الكوره انا مطالب ان انا اعالجها، لكن مش مطالب ان انا افسر ما حدث من قبل. مش مطالب ان انا افسر ما حدث في فترات سابقه. انا معاك ان عندنا اصابات كتيره جدا، اصابات مؤثره، واللاعب حتى رجوعه مجرد انه بيرجع فتره بسيطه وبعدين بيصاب، انا معاك. لكن انا مش مطالب ان انا افتش في الماضي للاعلام، انا مطالب ان انا افتش في الماضي عشان اتجنب ما حدث. لكن ادبيات المهنه بتحتم عليا ان انا ما اقعدش اتذرع من ناس انا بحترمهم واشتغلوا قبلنا كمدربين، لكن تاكد ان احنا هنحصر المشاكل دي وعارفين اسبابها وهنحاول نعالجها. لكن تاكد كمان ان احنا مساله الوقت ده بحنا، سواء في تاهيل لاعب راجع من اصابه او في علاج لاعب. وعلى فكره انا ما بتبسطش كتير ان يتقال انت مالكش ذنب في اصابه. لا، انا دلوقتي خلاص طالما انا رضيت وقابلت وتوليت المسؤوليه، يبقى عليكم ان انتوا تسالوني، بس هستاذنكم تسالوني عن الحاضر وعن المستقبل. الماضي اللي هو اللي فات خلينا ندرسه بصوره جيده، بس انا مش هقدر يعني اتكلم فيه بصوره مستفيضه، لان دي يعني ما اقدرش انا. الجزء الثاني كان ايه حضرتك؟ الدوافع اللي حضرتك هتقدمها للعيبه الفتره الجايه عشان زي ما الدوافع بابسط ما يكون مش انا اللي بقدمها.
الدوافع بيقدمها ان هم بيلعبوا في نادي كبير زي الزمالك، مطالبين ان هم يبقوا في احسن صوره، مطالبين ان هم دي كلها دوافع. لكن انا معاك ان في دوافع اضافيه لازم تكون، ودي مسؤوليه الاجهزه الفنيه والاداريه. عشان كده انا كنت منتظر ان انا اخلص من المباراتين اللي ورا بعض دول، اللي هم ما لحقناش نعمل فيهم اي حاجه. لكن اعتقد ان انا في نظام جديد لازم يتطبق، وفي حاجات كتيره في الجزء الذهني لازم. الحاجه دي تخص الاداره والاجهزه مع بعض، مش تخص حد بعيد. على مستوى او تراجع مستوى اثنين لاعبين موجودين في الفرقه، نبيل عماد دونجا ومصطفى شلبي. قدموا من فتره طويله جدا مستواهم متراجع جدا. تفسير حضرتك لتراجع المستوى الغير مبرر ده ازاي؟ وهل فتره ال10 ايام اللي هيبقوا موجودين متاحين الى المباراه القادمه هتقدر حضرتك تطور من الاداء الفردي لنبيل عماد دونجا بالتحديد ومصطفى شلبي بالتحديد؟ اولا من حق الجمهور ان هو ينتقد اداء اي لاعب، ولكني ارفض بشده ان احنا نظلم لاعب. مصطفى شلبي ودونجا بيكافحوا كفاح مريض. الخطا عند مصطفى شلبي وعند دونجا هو خطا فينا احنا، فينا. لكن اوعى تعتقد ان احنا ممكن في يوم من الايام نمشي ورا كلام ممكن يتقال فيه ثوريه وغضب في ان احنا نظلم لاعب. انا اعتقد احنا النهارده اغلب الفرقه ما كانوش يعني ما كانش احسن حاجه، لكن مصطفى شلبي عمل جهد كبير جدا جدا جدا. بلاش يعني تاخدنا الحميه ونتجنى على اللاعب ونقضي عليه، خلوه ياخد فرصه. هو عنده بعض المشاكل الخططيه اللي هي فيها المركزيه، المكان اللي بيلعب فيه في مركزيه، لكن هو معذور. للاسف الشديد مش عاطل. لو انت النهارده جيت قلت لي اعمل لي بيان صحفي وانت مش مديني قلم اكتب بيه، اعمل لك بيان ازاي يعني؟ صعب شويه. محتاج والله محتاج نفس. انا ما عنديش وقت للتفكير نهائي. انت عارف احنا بنروح النادي، انا بروح النادي الساعه 8 الصبح، اوقات لما يبقى في عندنا بالقبر مثلا بنمشي الساعه 5 او 10 بالليل لو في تدريب. فاحنا كنا حاطين 2 سيناريو لحد دلوقتي ما قررناش. السيناريو الاولاني ان احنا نعمل معسكر مغلق ويكون خارج القاهره يعني لمده 5-6 ايام، والبلان الثاني ان احنا نعمل ايام نظام اليوم الكامل في النادي للعيبه، لان الموضوع يعني يحتاج شويه لقناعه. ان شاء الله باذن الله هنعدل حاجات كتيره ان شاء الله. لكن رغم ان انا بقول لكم بمنتهى الشفافيه ان انا اتحمل المسؤوليه، لكن خلينا برضو نفكر مع بعض. ما تنسوش حاجه مهمه جدا، ان انا خدت يوم قبل مباراه ويوم قبل مباراه، وده وحده اعتقد يعني اتعشم منكم ان انتوا تسمحوا لي ان انا اخد مزيد من الوقت شويه عشان نتعرف على المشاكل بصوره اكبر ونحاول نعالجها. شكرا، بشكركم يا جماعه.